السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ورشة أبو تحسين الهندسية. قبل فترة نشرت مقطع فيديو على كيفية فحص حساس الكرنك. هذا حساس الكرنك شلون نفحصه. ردت أنا طلبت من أصحاب الأجهزة اللي يصنعون أجهزة، ما صنعوا جهاز يطلع لي على النبضة، على السبارك، على الشرارة. فمصنع أنا جهاز كان عندي يعني مرتبه سابقا، ترجع اليوتيوب عندي مقطع فيديو هم راح اطبقه ويا هذا شوف. تفضل الاخ شعفان احمد، يعني حقيقة طرح فكرة، قال لي شوف لك مجول 3 اقطاب وتنطي نبضة، تنطي حار وبارد، وتنطي نبضة ياخذ من حساس من الكرنك. فجبت حساس مال شو اسمه، مجول مال نيسان، اللي ياخذ هو ياخذ حار، ياخذ بارد، ياخذ حار. هذا انطيناه حار من هنا على هذا القطب اول واحد، وياخذ بارد، وياخذ اشاره منين ياخذ من الحساس مال الكرنك. وبنفس الوقت حساس الكرنك ياخذ بارد، ياخذ اشاره، العفو منطي اشاره، وياخذ بارد منين؟ من الضفيره. فهسه راح نشوف شلون راح نفحصه حتى نشوف اللي يطلع لنا. ما نريد السبارك على النار مالته. راح نخلي هذه الواير مالنا هنا، وراح اراويكم شلون راح تطلع النبضه. طفي القلوب حيدر حتى يبين الاشاره مالته. يلا حيدر افحص. فر بيدك. هاي الاشاره، في الاشاره ما ينتل حيدر، ما ينتل. فر حيدر هكذا بالنقطه مالته. كذا هذا بدي ما نشوف شو انا جاي اسوي. ارجع علي حيدر بهذا النبضه خيط راح نسوي يجي. وهذا الجهاز شو اسمه، شوفوا يجي والنبضه اثنيناتهم طلعان. هاي واضحه هسه. ايه دلنا عليها هاي الاشاره. هذا بعد حساس الكرنك هالشكل. عندي هذا الفيديو القديم اللي سويته على كويل وشخاطه مال 2.5، بس هذا شويه اسهل نظام. مشكور استاذ شعبان احمد، مشكور شكرا جزيلا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواني الفنيين والمهندسين واصحاب الورش، اكو عمليه بسيطه، طريقه كهربائيه بسيطه، عمليه ترتيب كهربائيات قليله، تقدر تفحص ترتبها، وتقدر تفحص بيها اشاره حساس الكرنك عندك بالمحل. بسيطه كلش تقدر تسويها عن طريق هاي الخريطه. نجيب كويل عادي، اللي هو هذا الكويل، هذا كويل عادي. ونجيب شخاطه، هاي الموجوده، الشخاطه هاي مال 2.5، مال 1G، مال 3000 تويوتا. هاي الشخاطه. نظام عمل هذا العمل مالهن، الكويل ياخذ موجب ثابت. هذا موجب ثابت رايح للباتري، موجب ثابت رايح للباتري، ويجي موجب ثابت للشخاطه نفسها للوسط. تخلي الشخاطه الكليبس عليك اتجاهك على صدرك، وهذا اللي بالنص موجب ثابت نغذي به الكويل، ونغذي به موجب ثابت من الباتري 12. زين، نجي لهاي الشخاطه بيها 5 بنات. البن الاول ترك، هذا البن الاول ترك. البن الثاني ناخذ من عنده اشاره من حساس الكرنك. هذا حساس الكرنك ناخذين من عنده خط. هذا الخط اللي قبالكم، هذا تشوفونه راح اشر عليه بالقلم. هذا الخط
وين جاي؟ جاي على هذا ثاني رقم 2 جاي. قلنا هذا ثالث واحد موجب، ثالث واحد موجب، الرابع ترك. الخامس ناخذ تقطيع للكويل مباشرة، تقطيع للكويل مباشرة. خلصنا من هذا الربط البسيط. النوبة حساس الكرنك نعطيه ثابت بارد، ثابت ماله هذا البارد ماله ثابت، هذا بارد ثابت، وننطي للشخاطة نفسها، هاي شخاطة من البودي مالها ثابت، بارد ثابت، سالب يعني ثابت. ونروح هسه على عندي انا محول يدش لي مال كم شفت، او تقدر هنا بواسطة اسبانة. هاي سرعة نسويها بالسبانة عادية. نشوفها شو قبالكم، شوفها شلون تطلع تقفز الشرارة. هذا عن طريق السبانة هاي العادية. اذا اسرع بعد اسرعها شوية على ما نحول على الميز مالنا، ونشوف نراويكم العملية شلون راح تصير عن طريق الباتري. مثل نفس العملية ذيك الساعة اللي فحصنا بيها. هسه هذا فحص سريع. هسه شوف النار راح تطلع منها كهرباء، تقطيع مالنا راح يطلع على فحص حساس الكرنك مالنا. وراح نشوف الوضع ماله شلون راح يصير. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفها راح نفر بيدنا هذا شوي عقب. شوفها هذا فحص عادي. ونرجو قراءة الفاتحة، هذا ثواب الوالدتي سويته، وتقرون الفاتحة لوالدتي رحم الله والديكم بوجه الله تعالى. أخوكم أبو تحسين التميمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.